السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي في كل مكان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة هنعمل مع بعض كشري مصري. دلوقتي انا حطيت زيت اهوت وبحمر الشعرية، وكنت جاب لها العدس ابو جبة. انا كنت غسلاه حلو وسايباه في مية سخنة نص ساعة. سايباه في مية سخنة نص ساعة يعني يخمر يعني. في ناس بتسلقه بس انا بفضل يعني ايه اسيبه يخمر كده شويه. اهي دلوقتي الشعريه اتحمرت اهي زي ما انتوا شايفين. انا كنت غاسله الرز والعدس اهو صفيته اهو. كميات بسيطه يعني مش نكتر. اهو هنقلبهم مع بعض كله مع بعض اهو. بس العدس ابو جبه لازم يتخمر الاول نص ساعه عشان هو بيبقى جامد شويه، بياخد وقت في السوا شويه. دلوقتي اهو زي ما انتوا شايفين لازم نقلبه كويس زي ما انا معرفاكم. آه ودلوقتي هنحط عليه كمون، فلفل اسمر، واحدة مرقة دجاج، شوية ملح. دلوقتي هوريهم لكم اهو، ونحطهم عليه ونقلبهم كويس في بعض اهو زي ما انتوا شايفين اهو. كمون، فلفل اسمر، واحدة مرقة دجاج، شوية ملح، وقلبناهم في بعض. دلوقتي هننزل من مية سخنة زي ما انا جايله لكم. لازم مية الرز تبقى سخنة اهي اهو. هنغطي عليه دلوقتي ونسيبه لما يستوي. دلوقتي هنعمل الصلصة بتاعته اهي. هنحط الزيت وهنحط فيها معلقة التوم اهو تتحمر. هننزل يعني معلقتين كده خل اهو. اهي اتحمرت هننزل بمعلقتين خل اهو، حوالي معلقتين. ودلوقتي هننزل عليها بالصلصة، طماطم انا فرماها ومصفياها اهو. وبرضو البهارات وشوية فلفل اسمر، شوية كمون، واحدة مرقة دجاج، شوية ملح. دي كده الصلصة بتاعت الكشري المصري اهو. دلوقتي الرز معانا الشرب هنقلبه اهو. لونه جميل خالص وطعمه كان تحفة. جربوه مش هتندموا ان شاء الله. وان وصلتوا هنا في الفيديو اعملنا اشتراك، مش تنسونا في اللايك عشان القناة تكبر بإذن الله. ربنا يجازيكم خير. ودلوقتي أنا كنت مقطع البصل طرنشات، ورشيت عليه معلقة نشا عشان عايزة البصل يبقى مجرمش وكويس. ترش عليه معلقة نشا. ودلوقتي الرز استوى اهو بوريهولكم حبة بحبايتها اهي. وكان لونه تحفة وطعمه جميل اهو زي ما انتوا شايفين. والمكرونة طبعا انا كنت سلقاها، حاطة في المية بتاعت السلقة بتاعتها شوية ملح وشوية زيت وسلقت اهي. معلش بس الفيديو بتاعها مش اتصور. ودلوقتي البصل اهو. انا مش لقيت اللي هي الشطة اللي هي البودرة دي، فحطيت جرن فلفل شطة، نص جرن كده فلفل شطة كان حامي خالص. حطيت منه يعني عشان يدي الصلصة حرارة كده ويبقى طعمها حلو. فعشان انا مش لقيت من الشطة البودرة اهي. مش هنغلب يعني الجيش جالنا نصرفه. فحطيت من ده اهي. لو عجبكم الفيديو مش تنسونا في الاشتراك. دلوقتي الكوبايه اللي انا وريتها لكم اللي فيها التوم دي شويه خل على يعني 7 فصوص توم كده، على شويه كمون، شويه ملح، وبنفرمهم في الخلاط. نفرمهم في الخلاط ديت عشان نحط عليها على الخلطه بتاعت الكشري كده. يعني ديت تومه بتاعتها، توم على كمون على شويه خل، ونفرمهم في الخلاط، شوية ملح بسيطة. ديت هتبقى التومة اللي هناخد منها ونحط عليه. دلوقتي انا بوريكم البصل اهو، كان جميل خالص. طبعا التصوير مش مديله حقه، وكان مجرمش خالص وكان جميل. طبعا معلقة النشا اهي انا بكسره لكم بصوا اهو، كان جميل خالص. ومعلقة النشا بنرشها عليها كده بتديله جرمشة حلوة لما بتحمر. ودلوقتي هنغرف مع بعض اهو
هو مش باخد اي وقت والله، نص ساعة، اقل من نص ساعة كنت مخلصة كله. لان انا بعمل العدسة وجبه، وبعمله مع الرز والشعرية والمكرونة طبعا بتنعمل بسرعة مش بتاخد وقت اهي. وبنملحها برضو المكرونة شوية فلفل اسمر، شوية كمون كده، شوية ملح عليها. والزيت طبعا عشان مش تتعجن منكي بتحط عليها شوية زيت بعد ما بتصفيها من السلقة، علشان مش تتعجن منكي. واهو بنغرف دلوقتي. وفي طبعا اللي نفسه في بيحط عليها الحمص، الحاجات ديت اللي نفسه فيه يعمله، بس احنا للأسف مش لقينا. فكان طعمه والله تحفة يا جماعة، وكان حلو خالص. طبعا حاجة مضمونة أحسن ما تشتري لأولادك من محلات مش تبقى عارفة المصدر بتاعه، وفي البيت يبقى أنضف وأحسن اهو، ومش فيه تكلفة خالص، وحاجة تبسط الولاد، وكان طعمه جميل. ودلوقتي انا حاطه الصلصه اهي والتومه بتاعتها، اللي عايز يحط عليها عليه تاني بيزود. والبصل اهو. طبعا الصلصه زي ما انا قلت لكم حاميه شويه، عشان انا حطيت عليها الفلفل الشطه اللي انا قلت لكم عليه، عشان مش لقيت شطه بودره. يا رب يعجبكم، مش تنسونا في الاشتراك واللايك. ربنا يجبر بخاطر كل واحد يفتكرنا. وحاجه بسيطه اهي وفرحت الولاد. ربنا يجعله بألف هنا وشفا يا رب على قلبكم. مش ينسونا في الاشتراك يا حبايبنا اهو. حاجة بسيطة والكمية براحتكم، ومع ألف سلامة.